حزب العمال الكردستاني يسلم أسلحته وأنفاق حربه سرا للجيش التركي. سلم حزب العمال الكردستاني PKK أسلحته وبعض المغارات وأنفاق حربه في مناطق بهدنان داخل حدود إقليم كردستان للجيش التركي. ووفقا لمعلوماتنا سلم PKK عددا من أنفاقه وأسلحته للجيش التركي في المناطق الحدودية وخاصة في متينا. في 11 تموز أحرق 30 جريلا لPKK أسلحتهم أمام وسائل الإعلام في كهف جاسنا القريب من محافظة سليمانية بإقليم كردستان. وأفادت التقارير أن PKK سلم أسلحته للجيش التركي فيما يسمى بمناطق الدفاع المشروع باراسن ميديا، وأن هذه العملية تدار سرا بعيدا عن عدسات الإعلام وخفية عن الرأي العام. ومنذ شباط تراجعت الاشتباكات والمعارك بين قوات PKK والقوات المسلحة التركية، بل تكاد تكون معدومة. ورغم وقوع اشتباكات عرضية متقاطعة في منطقتي آميدية وزاب، إلا أن الاشتباكات توقفت بشكل عام. ومنذ أواخر حزيران وأوائل تموز وردت تقارير موثقة تفيد بأن PKK سلم بعض أنفاق الحرب بما فيها من أسلحة وعتاد للجيش التركي، وخاصة في منطقة برواري بالا الحدودية والتي خلت من تواجد الجاريلا تقريبا. يقال إن عبد الله أوجلان قرر في لقاء 30 من أيار مع وفد الدولة التركية ووفد إمرالي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب دام بارتي، قرر تسليم بعض الأسلحة وساحات القتال للجيش التركي. فمنذ انطلاق العمليات الجارية في تركيا لمثلث الدولة باغتشالي أردوغان أوجلان، تم الإعلان عن عقد 7 لقاءات واجتماعات بين وفد إمرالي لدام بارتي وأوجلان. إلا أن الحقيقة هي أنه تمت العديد من الزيارات واللقاءات السرية التي لم تعلن. أحد هذه اللقاءات السرية اجتماع 30 من أيار السري الذي شارك فيه وفد من الدولة التركية. وتقرر في اجتماع 30 من أيار السري إقامة مراسيم نزع سلاح PKK في 11 تموز. كما تقرر خلال هذا الاجتماع توقيع اتفاقية سرية بصدد مناطق التماس التي شهدت اشتباكات متقطعة بين القوات المسلحة التركية وقوات الجريلا. فحتى الآن قام وفد إمرالي لدام بارتي بزيارة إمرالي 7 مرات وفق الإعلام، لكن هناك العديد من اللقاءات والاجتماعات الأخرى التي لم يعلن عنها. أحد هذه اللقاءات والاجتماعات هو اجتماع 30 من أيار السري. في هذا الاجتماع السري نوقشت العديد من القضايا واتخذت عدة قرارات، وخصوصا اتخاذ قرار مشترك بشأن إقامة مراسم حرق سلاح PKK. في اجتماع 30 أيار أعرب أوجلان عن استيائه وأبدى رفضه لهذه الفكرة، وقال ليس من الجيد أن يسلموا أسلحتهم أمام وسائل الإعلام، قد يتم استخدام هذه القضية ضدنا ويفهم منها وكأننا استسلمنا. هنا تم طرح فكرة إحراق الأسلحة من جانب صناع القرار الأتراك، فقال ممثل الدولة فليقوموا بحرق أسلحتهم أمام الصحافة والإعلام لطمأنة الشعب والرأي العام. بعد ذلك سندير العملية من خلال تفاهمات فيما بيننا سرا. كما ناقش الاجتماع أيضا إمكانيات منع الاشتباكات في مناطق التماس والتي تكون فيها قوات PKK والقوات المسلحة لدولة تركيا قريبة من بعضها البعض، وتم التوصل إلى تفاهم مشترك فيما بينهم. فطرح مسؤولو الدولة التركية فكرة يمكن لمقاتلي الجريلا والجنود الأتراك في هذه المناطق الاجتماع بقادتهم وإيجاد حلول فيما بينهم. يمكن السماح لهم أي للجريلا بمغادرة الأنفاق والانتقال لمناطق أخرى وتغيير أماكنهم. بعد هذا اللقاء انخفضت حدة الاشتباكات بين الجريلا والقوات المسلحة التركية خلال شهري حزيران وتموز. قبل ذلك كان قد حوصلت مجاميع متناقلة للجريلا في بعض أنفاق الحرب لPKK HPK، ويتوقع أنه تم السماح لهذه القوات بمغادرة هذه الأنفاق والتوجه لمعسكرات HPK حسب أوامر صدرت لهم منذ فترة طويلة. بالمقابل يقال بأن PKK سلم مخططات وخرائط الأنفاق ومخازن الأسلحة في بعض المناطق للدولة. وفي الوقت الحالي يقتصر وجود الجريلا في الأنفاق المحيطة بقرية جوهرزي على طريق آميدي ليرالوك. أما الجريلا في باقي الأنفاق الأخرى فقد سلموا قواعدهم وأنفاقهم للدولة التركية. ووفق مصادر مقربة من PKK فإن معظم الأسلحة التي تم تسليمها للدولة
تم في منطقة ماثينا زاب. وتعلن وزارة الدفاع التركية بين الحين والآخر عن أن تلك الأسلحة تمت مصادرتها والاستيلاء عليها، وكان آخرها في 7 من تموز. فقد نشرت وزارة الدفاع التركية عن تفاصيل سلسلة ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. كانت من بين الأسلحة 5 صواريخ مضادة للدبابات، و6 صواريخ دفاع جوي من طراز SA-7، ومنظاران ليليان، وأسلحة كاتيوشا، وكاميرات حرارية، وبنادق قنص، وغيرها من الأسلحة المهمة. وكانت اللغة المستخدمة في بيان وزارة الدفاع مثيرة للاهتمام أيضا، حيث لم تحدد وزارة الدفاع من أي جهة استلمت الأسلحة، كما لم تستخدم كلمة إرهابي كالمعتاد. بالإضافة إلى الاجتماعات التي أعلن عنها للرأي العام، عقدت اجتماعات أخرى عديدة بين وفد إمرالي لدمبرتي والدولة التركية، ومع ذلك لا يكشف إلا عن بعضها للشعب الكردي والرأي العام. وتطلع كل من الدولة التركية وباكك جمهوره والرأي العام على تلك الاتفاقيات التي أبرمها مع الجانب الآخر، والتي تصب في مصلحته فقط، ذلك لتجنب الاستياء الشعبي وإثارة سخط جمهوره والرأي العام.